الجميع يتكلم عن تكاليف هذا القانون، وما في شك وزير المالية يا شمالي أرجو أنها ما تطلع تسمع الكلام، أرجو أنها ما تطلع. الجميع يتكلم عن تكاليف حياة آلاف الناس من الأخوة المتقاعدين والأخوات المتقاعدين، ويحسبونها حسبة عامة كأنها تكلف على الدولة، ولكن للأسف لا يتكلمون عن العبث في مال المتقاعدين، لا يتكلمون عن الاستثمارات التي تقوم فيها التأمينات الاجتماعية لبعض الأشخاص والمحافظ، والتجاوزات والفساد المالي والإداري في التأمينات الاجتماعية. أحد خسائر التأمينات الاجتماعية 1,850,000,000، وكل أعضاء مجلس الأمة ما يتكلمون عن هذا الأمر. ليش ما تتكلمون؟ وين الفساد المالي؟ سلم لو سمحت وزير شؤون. وين الفساد المالي؟ ليش ما تتكلمون يا نواب الأمة؟ أموال المتقاعدين قاعدين يغامرون فيها لاستثمارات بعض الشركات والأشخاص، وين قاعدين؟ وين الأموال؟ 1,850,000,000 ومساهمات ومضاربات في أموال المتقاعدين. ليش؟ مال منو هالمال؟ مال سايب؟ خلي يخلص. ما يجوز. إذا تتكلمون عن تكاليف مالية لرفع مستوى المعيشة ومساعدة أبناء وبنات الوطن، يجب أن تعرفون كيف تدورون الأموال. ما يجوز تحطون على المتقاعدين فوائد ربوية، تحولتوا إلى بنوك مئات الملايين تستثمرها التأمينات الاجتماعية. فلوس منو؟ فلوس الكويت، فلوس هالمتقاعدين. صارت الكلفة المالية لرفع الحياة المعيشية للمواطنين بحسبة دقيقة عند بعض المسؤولين في التأمينات. وين أموالنا كمتقاعدين؟ الكلام الزايد والمزايدات خلوها عنا. وزير المالية أتحداك يا أخ وزير المالية، مع احترامي الكامل لشخصك، أنا أتكلم عن أداء. أتحداك إذا تقول ما تم العبث واللعب في أموال التأمينات، ليش ما تتكلمون أعضاء مجلس الأمة؟ ليش ما تتكلمون عن الأمر؟ ليش ما تكون عندكم جرأة تتكلمون؟ ولا في تنفيع؟